اكتر حاجة بحبها فيكي هو ده، هو ده، قلبك. واكتر حاجة شدتني ليكي هي دي، هي دي. ايوه يا عم، قوم يلا. اقوم ايه يا ابني؟ وبعدين قلت لي صحيت الساعه 5:30 ليه؟ يا عم قوم على ما تاخد لك نية دش وننزل عشان الصلاة، ولا مش هتصلي العيد كمان؟ ده كلام برضه؟ عيد مين يا ابني؟ انت اهبل، انا جرجس يا متخلف. انا عارف انك نيلة يا عم، بهزر معاك. انزل يلا، انزل معايا الصلاة الصنايع لما نخلص، وبعد كده نشوف الدنيا فيها ايه. ماشي يا عم، هقوم اهو، وحتى نشوف المزز العيد ده اخبارهم ايه. ماشي يا حالتها، يلا انجز بقى، هقابلك على اول الشارع. يلا سلام. ماما انا نازل، عايزه حاجه؟ استنى، خد اختك معاك بدل ما تنزل لوحدها. مش هينفع عشان خاطر متاخر، عشان صحابي. استنى بس. يا عم انت ايه؟ هنفضل واقفين زي خيبتها كده؟ اقول لك حاجة، انا هقف هنا استقبل الموزز اللي جاية، وانت اطلع على اول الشارع قدام المترو استقبل الموزز اللي هناك. يا محمد عملت ايه؟ انت اللي بتسأل؟ ما انت عارف اخوك، انت اللي عملت ايه؟ كان في بنت يا معلم محجبه لابسه تيشيرتها بيضه، بس ايه وتك، ما سبتهاش في حالها غير لما جبت اخرها. احسن، عشان يحترموا نفسهم. ايه يا مريم؟ مالك في ايه؟ ماما فين؟ ماما بتعيطي ليه؟ طيب في ايه؟ ايه اللي حصل؟ احكي لي، في حد ضايقك وانت بره؟ لا ده مد ايده عليا. مين ابن الكلب ده عمل ايه؟ شيرين كل سنة وانت طيبة، فين العيدية بقى؟ فكك مني بقى بجد، مخنوقه اطلع بره. شيرين مالك؟ متضايقه بقى، سيبني في حالي. طب هسيبك حاضر، بس قولي لي فين، فاهمين؟ قله ادب بسفاله، قله ادب بجد. ليه واحد يمد ايده عليا؟ ليه؟ ليه؟ عند المترو وراح عادي. انا هقف هنا استقبل الموزز اللي جاية، وانت اطلع على اول الشارع قدام المترو استقبل الموزز اللي انا جاية. مش محجبه. كان في بنت يا معلم محجبه لابسه تيشيرتها بيضه، بس ايه وتك، ما سبتهاش في حالها. ايه مش بتعملوا كده؟ بيمد ايده علينا ليه؟ عشان يحترموا نفسهم. ليه يا روحي؟ سامحيني والله ما كنت اعرف ان هيحصل كده. ياللي من جواكي صافي والكلام وياكي شافي، اعرفي حقك ودافعي، السكوت مش حل كافي.
وانت ياللي رفعت ايدك، حاجة من الاتنين تصيبك، اما تمشي باحترامك او هيبقى قطع ايدك.